لعب للمنتخب السعودي لو تتذكرون في كأس الخليج عام 2007 في أبو ظبي. دوسري مشى لفريدي محاولة الدخول من العمق، وصلت لتياغو، يا سلام! يبغون لوحدهم، الزعيم يبغي لوحده، ما يبغي أحد معاه أبدا، ما يحب الشراكة أبدا، يبغيها هلالية، وكانت برازيلية للزعيم، وأعلن من خلالها عن التقدم في آخر 12 دقيقة قبل ما تنتهي المباراة. هدوا الجبالي والجبالية ووقفوهم في اللحظات الأخيرة. تياغو يعلن عن التقدم. أبو كارولينا يقول الصدارة لينا، الصدارة لينا وللهلاليين بالانفراد لأول مرة بفارق ال3 نقاط. حتى تياغو التمريرة ما كانت مقصودة له، لكن وصلتها وسددها وحطها في المرمى من نوعية التسديدات التي لا تصد ولا ترد وما يوقفها يبخيتان حد. أعلن الزعيم عن التقدم وأعلن عن فض الشراكة. هو دائما الهلال يقول أنا زعيم وما أحب الشراكة، لا أحب الشركات ولا المؤسسات، زعيم وبس، أبغي الأول والأول واحد. كلها انتصارات كبيرة. الليلة الفتح لأول مرة يصمد أمام الهلال، يعني حتى فتح الجبالي قبل المباراة يقول لي كل الفرق استطاع أن يحقق نتائج إيجابية أمامهم إلا الهلال، وركلة جزاء. الشوط الثاني شوطهم ولعبتهم وتخصصهم وزعامتهم. الشوط الثاني حقهم. الهلال يتحصل على ركلة جزاء الآن وفيها مضاعفة النتيجة وارد وبشكل قوي جدا. في لقطة جزاء صعب الحكم فيها. شوف هو واحد ما بين ثلاثة في التلامس حدث، لكن هذه يفتيكم فيها فودة. أنا أشوفها صعب جدا أنك تحكم فيها، وصعب جدا احتساب ركلة جزاء فيها، ولكن يبقى الآن ياسر على الموعد رقم 9. بدأ مع القادسية بالرقم 9 ولعب للمنتخب السعودي في بداياته رقم 9، وبعد ذلك انتقل للهلال وغير السالفة كلها وأصبح 20 في المنتخب و20 في الهلال. لكن اليوم بالأرقام القديمة القحطاني ياسر، أبو عبد العزيز على تنفيذ، والمدرج كله يقول ياسر خليهم هم اللي يعلقون. قحطاني بيلعبها، السلام، الله عليك يا ياسر. ابو عزوز يأكد الصدارة ويأكد الانتصار، والزعيم إلى النقطة رقم 31. الشوط الثاني شوطهم ولعبتهم وفنهم وكل شيء للهلال في الشوط الثاني. الزعيم الآن يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وأصبح الهلال وحيدا في الأمام. الزعيم أصبح وحيدا في الأمام، أصبح وحيدا قدام. وياسر القحطاني من ركلة جزاء يضعها في المرمى، يقول ما أنافس على صدارة الهدافين. إذا أنت ما تنافس من هو اللي ينافس؟ إذا أنت ما تتحدى من هو اللي يتحدى؟ القحطاني يعلن عن نفسه قبل كأس آسيا بقوة ليضع المنتخب السعودي كأحد المرشحين.